اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طيب خليه مدينه نصر زي ما كنا بنقول، انا عايز ابص لها من كذا حاجه. نمره واحد، يعني ازاي يكون في خليه ارهابيه بتقول انها على اسس عقائديه دينيه واحنا عندنا اساسا حوار في اسلامي وانشطه اسلاميه واحزاب اسلاميه ورئيس ايضا ينتمي الى تنظيم اسلامي. اثنين، التوقيت. ثلاثه، الجغرافيا، المكان اللي فيه الاحداث. تفاصيل ومعلومات اعتقد ان المحامي الكبير الاستاذ منتصر الزيات لديه الكثير عنها. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه طيب. وانت طيب. ايه بقى الموضوع؟ يعني الاول كده عايز من حضرتك تقول لي من وجهه نظرك، لان كل ما نعرفه نحن اللي بنجيبه احنا الصحفيين بدنا نقرا عن مصدر هنا، وكاله انباء، حد سياسي بيطلع يعلق حدث، لكن هل في كواليس معينه للمشهد ده؟ يعني ايه الخليه دي؟ هو طبعا لسه يعني جمله المعلومات التي يمكن ان تبدد الضباب البادي والغموض لسه ما حصلتش. يعني التحقيقات لم تنتهي بعد. نيابه امن الدوله ما زالت تحقق مع هؤلاء الافراد الذين تم القبض عليهم، وبالتالي المعلومات منقوصه. جزء من هذه المعلومات بيوجه، في جزء من التوجيه انا بقول يوجه. يعني ايه يوجه؟ يعني يوجه يضحك علينا يعني ولا ايه؟ ممكن. صحيح، ممكن يضحك علينا، ممكن يتم التأثير على القرار في مصر. ازاي؟ لا دي نقطة مهمة. يعني استغلال الاحداث زي ما كان بيحصل في زمن مبارك. اجهزة الامن كانت بتستغل الاحداث علشان تخدم الرؤية البوليسية اللي كانت في زمن مبارك. تمديد حالة الطوارئ، قانون الطوارئ، تسويغ استمرار الاعتقالات. احنا النهارده استاذ خالد بنسمع نغمه المفرج عنه، كأن في تحريض على المفرج عنه. في اغاليط تردد مثلا انه اللي خرجوا بعفو رئاسي ضمن الخلايا دي، ضمن اللي عملوا احداث سينا. كل دي اخبار موجهه، انا بقول انها موجهه من جهه متخصصه اللي هي ايه يعني؟ الامن الوطني، جهاز الامن الوطني، جهاز الامن اللي هو بقايا امن الدوله السابق. في طبعا لسه. طب يعمل ده ليه؟ عاوز يرجع اختصاصاته، عاوز يرجع بعضهم. هو في كتير طبعا مشي، او الجهاز دلوقتي بقى صغير. ليه؟ لانه الوزير منصور او ده كان مطلب ثوري، يعني مطالب الثوره. صفوا كتير جدا من قيادات الجهاز، صفت اغلب قياداته تم تصفيتها. في بقايا موجوده فيه. تمام. لسه. تمام. هذه البقايا اللي بتقود الجهاز طبعا عاشت زمن. طب معلش، عاوزه تستعيد الصلاحيات. حلو. الامتيازات. ده تحليل جديد. حلو. ده القبض والاشتباه. احنا كنا في فتره يا استاذ خالد مفيش حد بيتعين الا بموافقه امن الدوله. امن الدوله كانت هي الدوله، مش كده؟ وزراء في وزارتهم لازم امن الدوله، ضابط مباحث امن الدوله هو اللي يوجه الوزير. تمام. طبعا كل ده راح، كل الهيلمان ده راح. عايزين ذلك. الان لا نستطيع منطقيا ان احنا نوافق على ده الا اذا كان النظام يريد ذلك. يعني امن الدوله يعملها كده لوحده، الامن الوطني عفوا يعملها كده لوحده، يستفيد ايه؟ لا انا خايف ان النظام يكون عاوز بدأ يعني انا خايف. انت عارف عني ان انا بقول اللي جوايا، يعني ما بحسبهاش، لان انا مش عايز حاجه من حد، فانا ما بحسبش. يعني قد يكون ان النظام الحالي يريد لهذا الخوف انه ينشأ مرة تانية. طبعا، لان انا يعني بعد فتحة الصدر اللي عملها الدكتور مرسي في التحرير لا لما صدر وبقى التحصينات الامنية اللي حواليه بقت زي مبارك تقريبا. المواكب بتاعته في التحركات تقريبا بقت زي مبارك بالضبط. تمام. بدأنا ندعي واحنا بنتعطل نص ساعة وساعة الا ربع. ربنا يفرجها. يعني دعوات تختلف. في نوع دعوات تاني مش عاوزينها توصل للنوع ده. طيب. احنا كنا بندعي على مبارك ربنا ياخدك، يعني كل ما نقف ربنا ياخدك. بقى الدكتور مرسي صوره اللي كنا في الاول بنحب، بقينا الله عندنا رئيس بيصلي في الجامع، الله بقينا مبسوطين جدا. دلوقتي لا يا عم صلي في بيتك. انا من واحد بقول لا صلي في بيتك، لان بقيت اشوف صوره بيصلي تحت حراسة السلاح في المسجد. صور بشعة. فإذا كان الدكتور مرسي قبل هذا
من رجال الامن. طبعا الامن عاوز دايما يبقى موجود يا ريس، حمايتك، حماية الرئيس طبعا تحت شعار حماية الرئيس تقدم له المعلومات. احنا بنحميك يا ريس، لا في مؤامرات يا ريس، نفس اللي كان بيتقال. ايوه بس في حاجه بدأ الدكتور مرسي يقبل هذا. بدأ يقبل ده. معلش بس في حاجه. اتفضل. انت عندك احداث فعلا حصلت، عندنا اولادنا 16 واحد اتقتلوا في رفح، عندنا احداث حصلت في سيناء، يعني معناها انه في تنظيم فعلا. وقت ما كان الرئيس مرسي معانا في الشارع كنا بنقول هو قانون الطارئ منع ايه. دلوقتي بنسمع كنا عايزين يعملوا قانون طارئ تاني، مش كده؟ عايزين يشربوه لنا، رغم ان دول الرئيس مرسي واللي معاه والوزراء دول ايوه بتوع تيار الاستقلال، ايوه كانوا بيقولوا لنا، كانوا معانا زمان في خندق واحد، وكنا بنقول هو الطوارئ منعت ايه؟ انه جريمه منعتها قوانين الطوارئ. تمام. فانا خايف، وانا بقوله ده من باب النصح والاشفاق والحب. انا سمعت مثلا معلومه، انا مش يعني سمعتها الى حد كبير. تمام. رئيس جهاز الامن الوطني هو جهاز ولا هيئه ولا ايه؟ جهاز، هو لحد دلوقتي اللي انا اعرفه جهاز. سموها ايه يعني؟ كان بعد ما اللي هو مجدي عبد الغفار خرج معاش، اللي بعد قائم بالاعمال بلغني انه راح قابل الرئيس مرسي. تمام. دون ان يخطر وزير الداخليه او دون لوحده في تسلسل راح قابله. اتقال دي بقى مش متاكد منها الحقيقه يعني. انه يعني اداله الولاء لرئيس جهاز الامن الوطني زي بتاع المخابرات كده، اداله الولاء، يعني انا بتاعك يا ريس. ممكن تبقى زوادات حواشي، اداله الشرايط واداله الحاجات الخاصه بايه بيه هو لما كان عنصر في الاخوان. بس دي حاجه مشرفه يعني، مش حاجه وحشه. لا انا ما بقولش كده. ده دليل الولاء. ايوه اوكي. فخلاص صدر القرار بتعيينه رئيسا للجهاز بقى، مش ما بقاش قائم بالاعمال. تمام. بقى رئيسا للجهاز. والجهاز ده تابع للرئيس مباشره ولا ايه؟ لا يعني انا بتكلم المفروض ان في تسلسل، يعني وزير الداخليه هو اللي بيعين رئيس الجهاز. تمام. وزير الداخليه. فانا خايف يكون بيتقدم بقى المعلومات ان هناك هوى امني عند الرئيس. خلاص بقى متاعك يا ريس. وبتبقى انا خايف عليك يا ريس. وفي مؤامرات بقى يا ريس. طب انا عايز اقول لك حاجه، خلينا ندخل في الجديد. دي حقيقه، بس دي حقيقه يا استاذ منتصر. يعني انا عايز افرق ماشي مع حضرتك في التحليل، وده تحليل جديد حقيقه، لكن احنا امام واقع بيحصل في سيناء. الجيش نفسه متدخل، وفي اعمال عنف، وفي وليبيا، وفي الهاربين اللي عملوا العمليه بتاعت بني غازي، يعني في كلام كتير. انا مش ضد على فكره، عشان تفتكر ان انا بدافع عن الارهاب ولا حاجه. لا. وانا مش ضد ان الشرطه تقوم بدورها. وانا مش ضد كمان ان الامن الوطني نفسه يقوم بدوره. بس في دوره في اطار القانون. خلاص بقى تعبنا من الدور اللي خارج نطاق القانون. فاكر؟ القتل خارج نطاق القانون. طبعا. لا انا مش عايز علاء محي الدين الله يرحمه. انا عايز الامن الوطني يقوم بدوره كجهاز معلومات بقى، يجمع معلومات بحرفيه، بمهاره، بوسائل تقنيه، مش بالتعذيب والقبض والاشتباه والسجون. يعني ما يكونش الجهاز بتاع النظام، ما يكونش الجهاز بتاع النظام ولا يمارس جرائم ضد الشعب. وانت النهارده شايف ان هو بيتحول او عاوز هو لغايه دلوقتي لسه متكتف. وانا بحيي راجل مش موجود النهارده، اللي هو منصور العسوي، اللي خد القرار ده في مارس 2011 لما الغى جهاز مباحث امن الدوله، حله. الراجل ده في الوقت ده احنا بنقول له احنا فاكرين لك هذا القرار ايها اللواء المحترم منصور العسوي. سينا، خلينا نتكلم عن سينا. انا مش بس في اعمال عنف حاصله محدود. لا فانا عايز احنا معانا فقره رسالتي للناس. لا بس انا بقول ايه، ماشي التحليل ده قد يكون جيد وشيق ايضا. لكن انا بقول احنا قدام حقائق امر واقع. يعني انا مش ضد من وجهة نظري يعني هذا التحليل، لكن في نفس الوقت عندي حقائق على الارض، عندي اعمال عنف حصلت فعلا. ازاي بقى اعمال العنف دي تربطها بانه جهاز امن الوطني عايز يستعيد دوره؟ هو الجناه اتمسكوا في حادث قتل الجنود بتوعنا في رفح. لا الجواب لا تمام يعني الجواب لا، ما اتمسكوش لغايه دلوقتي. وما ظنيش انهم هيتمسكوا. تعالى يا لا ليه ما ظنيش؟ ما ظنيش لان انا هقول لك في تحليلي بقى ليه. طب قول لي بقى تحليلك، انت النهارده مختلف تماما. ما انا ايه الحكايه؟ الا اذا قلت الجديد. طيب يعني
انا عايز ارجع معاك شويه بسيطه. التيار السلفي في سيناء امتى نشأ؟ عشان انا شايف ان الناس دي بتتظلم قوي اليومين دول، كله عايز يضرب في التيار السلفي في سيناء، التيار السلفي الجهادي الارهابي في سيناء. التيار السلفي بدأ ينشأ يا استاذ خالد في سيناء سنة 94. 40 شاب تم القبض عليهم سنة 94. 94 يعني في عنفوان جهاز مباحث امن الدولة، وقبل المراجعات وفي زمن المواجهات. عارفه. اتمسكوا ال40 دول وراحوا سجن ترى، اتعذبوا، اتبهدلوا، نسوانهم اتمسكت، رجالتهم يعني حصل بشاعة. اتقسموا ل3 اقسام. قسم منهم صغير فتن في دينه وقال اذا كان التدين هيعمل لنا كده لا مش عايزين، بطلنا. تمام. دول طلعوا بره اللعبه. تمام. وافرج عنهم سريعا. أوكي. بعد 6 اشهر تقريبا. تمام. بقى في عندي جزئين. جزء يعني اعتنق السلفيه العلميه، وهذه المدرسه هي الغالبه في سيناء حتى اليوم، المدرسه العلميه. وجزء تطرف وبقى يقول زي اللي كانوا قبلهم مش معقول اللي بيعملوا الحاجات فينا دي مسلمين. اللي بيعذبينه دول يستحيل يكونوا مسلمين. دول اصحاب الرايات السوداء ولا اللي هم بعد كده بقوا تكفيريين. يعني ودول مجموعه قليله. كويس. ده التسلسل الطبيعي بتاع. طب ايه المانع ان المجموعه القليله دي كنت ورطت؟ انا جاي لك بقى، انا جاي لحضرتك. المجموعه دي كمان هي تحت ما سيطرة المجموعة الأوسع اللي هي المدرسة السلفية العلمية أو الجهادية. يعني هم مصمومة، يعني السلفية العلمية ما بتتنافسش مع انها جهادية. السلفية الجهادية بتقول إيه يا أستاذ خالد؟ بتقول أنا كان بيني وبين نظام مبارك مشكلة. نظام مبارك حبسني وعذبني وعذب أهلي واغتال رجولتي في إنه ماسك نسوانا. في مشكلة. انا مشكلتي مع نظام مبارك انتهت من 11 فبراير. انا انتخبت الرئيس دكتور محمد مرسي. انا بعيش حياتي دلوقتي بشكل طبيعي وبدعو وبمارس الدعوة حتى لو تشددت. البعض يراني متشددا، انا بتكلم لك بلسان بس حر. بس انا حر. بس انا ملتزم بسقف الا اخترق القانون، الا احمل السلاح. يبقى ده حقه بقى. هنا لغايه هنا لازم اتعامل معاه بحوار. تمام. وفي جزء اللي لا يتجاوز عدده في اقصى الحالات بتوع الرايات السود 100. اتقتل منهم اللي اتقتل وفر منهم من فر. ده بعد الثوره. بعد الثوره. بس في فعل على الارض يا استاذ منتصر مش عايزين نلغيه. انا مش في اكمنه، معلش، في اكمنه بتتعرض لهجوم. عارف الاكمنه اللي بتتعرض لهجوم دي مين؟ لما نزل فيها الشرطه. الاكمنه دي يا استاذ خالد انا مش ببرر. لما نزل فيها الشرطه انا مش ببرر برضه عشان المشاهد بس ما يفتكرش ان انا ببرر. انا برصد. في ثأر بين ناس في سينا، بين ناس كتير، بين المجموعات دي في سينا وبين الشرطه. ما كل القضايا اتغيرت. معلش، في الممارسات اهي بترجع، عايزه ترجع. بس الثأر لا يبرر الخروج على القانون. انا معاك بقى، بس انا برسم لوحه اهو. تمام. الجيش كان بيعمل الاكمنه دي، ما كانتش بتحصل عليه اعتداءات ابدا. بس حصل في رفح 16 واحد في رفح. ايه اللي بقى اللي حصل في رفح؟ مين اللي قتلهم؟ الله اعلم، لسه بقى ما عندناش ادله. هقول لك بقى، بس في 3 جثث كانوا موجودين هقول لك في عشان المدرعه. انا اولا هدفي من ده يا استاذ خالد معاك في برنامجك الزائع اطمئن رساله طمأنينة الى الشعب المصري. لا تهلعوا ولا تخافوا ولا تفزعوا من هذه المعلومات التي تروج. انا بقول، وده اللي بيخليني اشك، ان ضباط الامن الوطني بيتصلوا بالصحفيين الماسكين الملفات ده. شوف بقى الجورنال عندك اللي لا طبعا في جزء صحيح بالتاكيد طبعا. يتصلوا بيهم وبيقول لهم بقى هنقول لكم بقى ايه معلومات جديده وبتاع. عايزين يعملوا لنفسهم ايه؟ شغل. بس خد بالك في تحقيقات في نيابه امن الدوله العليا يعني. يعني ضباط امن الدوله عفوا الامن الوطني لو بيتصلوا بالصحفيين مش ان هم بيطلعوا مش خيال، في